زيزو في النادي. زيزو قاعد في النادي وحاسس بالزعل عشان مفيش حد بيلعب معاه. امبارح كل أصحابه اتضايقوا منه لأنه شاط الكورة بره سور النادي فوقعت في الشارع، وساعتها قال لهم إنها مش غلطته. هما زعلانين عشان ما عرفوش يجيبوا الكورة، وده معناه إنهم مش هيعرفوا يلعبوا الماتش اللي كان نفسهم فيه. زيزو قاعد لوحده بيتفرج عليهم وهما بيتمرجحوا. هو حاسس بالوحدة ونفسه يتصالحوا ويرجعوا أصحاب تاني. ممكن تتناقش معانا في التعليقات على الفيديو، وممكن تفكر مع ماما أو بابا أو أي حد بتحبه وبتتفرج معاه على القصة دي. تفتكر ليه أصحاب زيزو مش بيلعبوا معاه؟ ارسم صورة ليك مع الناس اللي بتحبهم. يا ترى بتحبهم ليه؟ ايه صفات الصديق الكويس؟ ازاي ممكن تحاول تكون واحد منهم؟ عمرك اختلفت مع أصحابك؟ جربت تصلح الموقف ازاي؟ يا ترى نفع؟ لو انت مكان زيزو هتعمل ايه عشان يبقى عندك أصحاب؟ تعالى نكتب لستة بالحاجات اللي ممكن زيزو يعملها عشان يصالح أصحابه. ايه رأيك تبص عليها وترسم دايرة حوالين الأفكار اللي ممكن تساعدك انت كمان؟ هنستنى حكاياتكم في التعليقات، واستنونا في قصة جديدة من يوميات زيزو.